السلام عليكم. فيديو جديد كده برضك. نفس الالوانات اللي انا كنت بفردها، بس المره دي انا جربت المكنه ابيض اهوت، التواب بيضه. الحبايب بتتابعنا كده على القناه، يا ريت محدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. شويه فرد كده على السريع اهوت. بفرد في اسرع وقت علشان المصنع كان طلب الشغل بتاعه في اسرع وقت كده. زي ما حضراتكم شايفين بطلع رايح جايب المكنه اهوت. يعني لازم تملك وقتك بدري في اسرع وقت، يعني محدش يكون واقف عليك، لازم انت اللي تنهض على المصانع دي. بفضل برضك رايح جايب المكنة اهوت، بس كل حاجة تبقى مستقيمة، وغير كده كمان لازم تكون مؤسس الفردة صح وتأسيسها يكون حلو، وما تنساش حاجة. والتوابل اللي انت بتفردها تخلي بالك منها، واهم حاجة تعين الاكياس، عشان الاكياس ديت برضك هتحتاجها تفرش تحت الابيض دوت تفرد. لو انت مثلا بتقص الفردة من على البن وبتنزلها، لازم تفرش اكياس عشان الاكياس تمنع اي لحوسة خالص من القماش، ما يتعفرش منك، ما يتبهدلش منك. وكل مصنع بيطلب القصة بتاعتها في اسرع وقت بقى اجهزها. بعد الفرد الابيض دوت يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين كده، جانب منه هوت تواب شتوي مع لون كحلي، جينز قصدي، مع لون زيت او زيتوني. بفرد بالمكنه اهوت، وبرضك حاطط برضك نفس الكيس برضك على الوسط، علشان ايه؟ او المره دي ما حطيتش، نسيت احط اي كيس كده، علشان ايه؟ بس انا الحمد لله يعني مخلي بالي من المنظوره اللي هي عليها صدى دي، لا اما تفرد تخليك بعيد عن المنظوره دي اللي انت بتفرد عليها. تحياتي للجميع كلهم. محدش ينسى الاشتراك بقى في القناه وتفعيل الجرس. يا ريت الحبايب اللي بتتابعني وتشرفني تكتب لنا تعليقات حلوه كده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من اللي عدى بكتير. في ناس كتير بتقول لي جدد يا طيب، شغل قناتك. انا مش بعرف انزل فيديوهات على طول يا جماعه، علشان بيبقى النت خلصان، لا اما يكون مثلا ما معيش فيديوهات لسه مسجلها. دي بقت بعد ما خلصت الفرد اهوت، التوب اللي كان على المكنه رايح اجيب توب تاني من على اليمين. يعني انا حاطط التليفون في العكس. دي بقت الكيس بعد ما فتحت التوب قمت رامي الكيس بعيد، يعني انا برمي الناحيه التانيه علشان برضك ايه الم الكيس ده كلها في شكاره خيش. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بدكك التوب اهوت وبفرد بالمكنه رايح جاي، يعني ما فيش حتى كاسة شاي اللي انا اقعد اشربها، حتى ليه مستعجل على الشغل وعايز كله يخلص في اسرع وقت. يا ريت الحبايب اللي بتتابعنا كده تكتب لنا تعليقات حلوه، والناس اللي بتشرفنا اللي الجزائر، والحبايب اللي بيكلمونا برضك وبيكتبوا لنا في التعليقات. يا ريت الكل ما ينساش كده الاشتراك وتفعيل الجرس. الحبايب اللي بتشوفنا ان شاء الله انا معاكم في الفيديوهات كلها على طول. ويا ريت نصيحه من لكل العالم كلها، يا ريت كل واحد يعمل لك قناه على اليوتيوب، صدقوني هي فيها مكاسب حلوه وفيها نجاح حلو ان شاء الله. دي بقى انا بفرد في ابيض اهوت، بجرب المكنة وبخلص. كانت حوالي الساعة 2 بالليل كده، كنت بات في المصنع، ولا كنت سهران وبات في المصنع، يعني ما روحتش. دي حوالي كانت الساعة 2 بالليل اهو، وانا شغال كنت منور الإضاءة كلها. دي وانا بفرد برضك بالمكنة، مش ما برحمش المكنة، ليه؟ عايز اخلص في اسرع وقت، اريح جسمي شوية، ارتاح شوية، او انام شوية لما النهار يطلع كده. تاني يوم نفرد برضك نفس الفرد، بس ان شاء الله بعد الفردة ديت هتكون شتوى على طول. الحبايب اللي بتتابعني يا ريت محدش ينسى الاشتراك في القناة كده وتفعيل القناة بتاعتي. ان شاء الله هنوصل بكم جميعا مع بعض، ايد واحدة كده يا حبايب قلبي. اللي كده نتابع مع بعض الفيديوهات. دي بقت وانا بفرد بالمكنة اهوت، لازم افون القصة ديت. بحب يعني وانا بفرد افون القصة على الاخر، مش اسيب القصة صغيرة. بس حاليا التليفون طبعا لما بدأ يخلص شحن، يعني ما كانش في شحن ساعتها، اللي انا ايه اقوم مكمل تصوير، علشان كده انا وقفت. دواني بعد الفردة من على الاتجاهية. الحبايب اللي بتتابعنا كده، يعني ما حدش ينسى بقى ايه التفعيل في القناة واشتراكم حبايبنا. يا ريت التأسيس بتاع الفردة دي يكون زي المستقيم. ودي بقى بشاور لكم، يعني افول لكم القصة. دي بعد التقسيمات بقى يا جماعة اهو. دي بعد التقسيمات بعد ما خلصت الطوب الابيض بقى اهوت، يعني في اسرع وقت عايز افرد الفردة مش النهض برضه. يا ريت الحبايب اللي بتشوفنا اتبعنا.